افريقيا ومحليه، وهو ثاني انديه العالم من حيث الالقاب. الاول هو جلاسكو رانجرز عنده 115 بطوله، والثاني النادي الاهلي 113. الاهلي اللي يدخل ايضا الرانكينج التوب 5 في العالم على مستوى الالقاب الخارجيه. النادي الاهلي عنده 15 بطوله قاريه، هو الرابع على المستوى العالمي بعد البارسا 17، وقبل الكل فريقا ميلان هو فريق البوكا جونيورز 18 بطوله دوليه. النادي الاهلي متعادل في هذا الاطار 15 بطوله قاريه مع الميرينج ريال مدريد. اذا نتكلم عن تاريخ ونتكلم عن فريق يعني صال وجال يشترك المره الرابعه في المونديال، ينطلق في اولى اللحظات بقوه. هيروشيما تجاوز بعد عرض متوسط، عرض بسيط امام فريق اوكلاند سيتي الفريق القادم من نيوزيلاند بطل كونكاكاف بهدف ل0 عن طريق ايوياما. هدف تاريخي كان رقم 200 في تاريخ الوورد كاب الانديه. ينطلق اللقاء اليوم في رايي انه هيروشيما بمعطيات سيقدم عرض اخر اقوى، باعتبار كان في رايي يخفي الاوراق على الاهلي في ماتش اوكلاند سيتي، والنادي الاهلي ما عنده ما يخسر، كل شيء ممكن يفوز به اليوم. العوده للسيمي فاينل المونديالي بعد 2006، ملحمه 2006 على كلوب امريكا، ولقاء انترناسيونال بورتو أليجري في السيمي فاينل، والانتصار الاول اللي كان على فريق الاوكلاند بفلافيو وتريكا. يضغط النادي الاهلي، يضغط الفريق القاهري. معطيات مناخيه مهمه جدا، الطقس في 4 درجات، طقس بارد برشا، وفي نصف ساعه قبل انطلاقه المباراه شد اللقاء نزول شويه ثلج، والكره تتهيأ لاوفسايد، تسلل للفريق الاهلاوي. النادي الاهلي كل ما يمثل مصر كان عنوان البسمه وعنوان الانتصار، اذا كان الاهلي يمثل مصر فالفوز مضمون. هكذا تعود المتابعون والمتابعين لنتائج الفريق الاهلاوي. 7 مرات شامبيونز ليج، 4 مرات وينرز كاب، 4 مرات بطوله السوبر الافريقي، 4 القاب عربيه، هو لقب افرو اسيوي. على فكره الافرو اسيوي للنادي الاهلي كان في سبتمبر 89 عبر البوابه اليابانيه لارض الساموراي، متجاوزا فريق اليوميوري. يوميوري يومها هو بايامنا هذه فيردي كاوازاكي. النتيجه كانت 3-1 في اليابان بالذات للاهلي، ثنائيه حسام حسن وهدف ثالث من عادل عبد الرحمن. وفي 22 من سبتمبر في القاهره 1-0 مارادونا النيل. طاهر ابو زيد محللنا في الاستوديو كان سجل هدف الفانيلا الحمراء. تبقى الكره قاهريه للنادي الاهلي، ممثل العرب الوحيد في هذه الدوره، بينما كانت نسخه 2011 الماضيه شهدت تواجد مزدوج للعرب من خلال بطل افريقيا الترجي وبطل اسيا نادي السد اللي كمل ثالث العالم. وابرز انجازات الكره العربيه على مستوى مونديال الانديه. كره خطيره جدا ممتازه، يهرب السيد حمدي، خطيره، وكره الهدف الاول تضيع. كره من ناجي جدو، فرصه هي الاخطر من ناجي الثعلب جدو، كانت كره التقدم للفريق الاهلاوي. اخطر كره مع 3 دقائق، الاهلي يبشر والاهلي يبادر والاهلي يبكر بفتح التسجيل. لولا المليمترات ولولا السنتيمترات تمنع ناجي جدو من فتح سجلات التهديف. يبقى سكور ابيض 0-0 هنا في استاد تويوتا، هذا الملعب التاريخي الذي يحتضر من عام 1980 نهائي الانتر كونتيننتال، النسخة السابقة والإرث التاريخي لكأس العالم الأندية اللي كانت تجمع في مباراة واحدة في طوكيو في هذا استاد تويوتا بطل أوروبا ببطل الليبرتادورس. الحارس في خطر وهيروشيما في خطر. هيروشيما اللي انصابت بالقنبلة النووية في أغسطس من 45 مهددة اليوم بعدوان كروي من الفريق العربي النادي الأهلي. النتيجة بيضاء، هو سكور متعادل، ولكن الأهلي أخطر وأفضل وأقرب منذ البداية. يعنون هذا اللقاء الآسيوي الإفريقي على فك العقدة الإفريقية، على فك النحس الإفريقي، لأنه يقول وتكلم وتحدث عن عقدة إفريقية أمام الآسيويين. ولا مرة فريق بطل إفريقيا أخرج بطل آسيا أو نادي آسيوي في كأس العالم الأندية. سأتكلم بلغة التاريخ بعد أن نتحدث عن لغة التغيير، تغيير اضطراري. الحارس الرئيسي شوساكو يخرج بعد الإصابة في الاصطدام مع ناجي جدو مهاجم النادي الأهلي. كنت تكلمت
عن عقدة الأفارقة من الآسيويين. في سنة 2000 كان الحوار الأول الإفريقي الآسيوي وكان بطرفين عربيين، الرجاء البيضاوي هزم من النصر السعودي 4-3 في ملاعب المورامبي بساو باولو. عام 2005 النادي الأهلي التقى في ربع نهاية الورد كاب الفريق الاتحادي العميد السعودي النمور، وانتهى اللقاء 1-0 للإتي عن طريق محمد نور. عام 2007 الكرة الإفريقية تلتقي ممثلة في النجم الرياضي الساحلي في المركز الثالث والرابع الترتيب النهائي الصغير. النجم التقى فريق أوراوريتس، مباراة انتهت 2-2 ولكن بضربات الترجيح فاز الفريق الياباني أوراوا بالبرونز وحقق النجم المركز الرابع. ثم في 2009 فريق البوهانج ستيلرز البطل الكوري الشمشون الجنوبي ينتصر في ربع النهائي على فريق تو بويسون مازمبي الكونغولي الافريقي ب2-1. ثم المرة الخامسة كانت الموسم والنسخة الماضية هنا في نفس استاد في تويوتا ستاديوم، فريق بطل آسيا السد القطري هزم الترجي الرياضي التونسي 2-1. إذا نتحدث عن غياب انتصار الأفارقة أمام وضد الآسيويين في الواجهة المونديالية. طبعا اليابان هي بطلة العالم في الفوتبول للسيدات، هي أيضا اليابان تسيطر على المسابقات الآسيوية في المنتخبات وهي حاملة لقب آسيا 2011 في دولة قطر، وبالتالي نتكلم عن كرة محترفة، عن أندية منظمة وقوية صاحبة إمكانيات كبيرة. هذا الفريق هيروشيما، فريق هيروشيما هو تأسس 1938 بمسمى نادي طوكيو كوجيو، والطوكيو كوجيو هذه الشركة تحولت في عام 81 ما تعرفونه في عالم الميكانيك وعالم السيارات المازدا، تحول اسمه إلى مازدا اس سي طوكيو، وفي عام 92 أخذ اسمه النهائي الحالي فريق هيروشيما. هيروشيما فاز بالدوري الياباني مرة وحيدة وربح سوبر كاب اليابان 2008. إذا بلغة التاريخ، بلغة الجماهيرية، بلغة التقاليد والماضي والإرث، لا مقارنة بين الأهلي ونادي هيروشيما. إذا هناك تغيير اضطراري، يدخل حارس ماسودا، يدخل حارس ماسودا بديل الأساسي شو ساكو ماسودا بالقميص رقم 13. هذا هو التغيير الأول للفريق الياباني اضطراري. الأهلي والعالمية لم تنطلق من 2005 في أول مشاركة للقاهريين في المونديال، بل أن الأهلي لاعب وانتصر على كبار أوروبا منذ الستينات. عام 62 في شهر ماي بنفيكا اللي لعب نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة قبل أسبوعين ضد فريق الريال مدريد، التقى وفاز على ريال مدريد 5-3 في نهائي تاريخي بكأس أوروبا للأندية البطلة. خسر في القارة بقيادة يوزيبيو ضد الأهلي 3-2، هدفي الشيخ طه اسماعيل وهدف بدوي عبد الفتاح اللاعب السابق للترسانة اللي شارك يومها مع الأهلي. الأهلي يسيطر في بداية هذه المباراة. سنتكلم لاحقا عن الانتصارات العالمية للفريق الأهلاوي. كرة 1-2 ولا أروع، الأهلي يتقدم، الأهلي يضغط، الأهلي يسيطر، هيروشيما تعاني، والكرة ترجع مرة أخرى للنادي القاهري، ترجع مرة أخرى السيد حمدي ممتازة 1-2، والكرة تقطع من الفريق الياباني. 62 3-2 على بنفيكا. عام 76 2-2 مع بوروسيا مينشنجلادباخ. عام 77 انتصار تاريخي على بايرن ميونخ هدفي لهدف، هدف بيبو الخطيب والشريف عبد المنعم. ثم الأهلي فاز في عام 86 على ستياوا بوكاريست 3-0. عمتها فريق ستياوا كان أول فريق من المعسكر الشرقي يربح كأس أوروبا للأندية البطلة على البارسا في الفاينل بضربات الترجيح في استاد اشبيليا، استاد اف سي سيفيليا. ثم الريال 2001 هذا العصر الحديث هزم الميرينج ريال مدريد 1-0 بهدف سانداي، وكان الريال بكامل النجوم، هيرو، روبرتو كارلوس، ايفان الجيرا، كلود ماكيليلي، لويس فيجو، راؤول وزيدان. اذا الاهلي متعود بالعالميه من سنين، من اجيال، والكره تمشي. وائل جمعه، وائل جمعه رمز من رموز الكره المصريه، 5 مرات شامبيونز ليج، 4 مرات كاس السوبر الافريقي، 3 مرات الكان.
القاب تعطيك فكره على السيفي الكبير، وكره كبيره وخطيره ولكن يخرج الحارس. الدقائق الاولى تؤشر الى افضليه اهلاويه. الاهلي بينافس روح رادس، والاهلي بينافس تركيز رادس، والاهلي بينافس مهارات رادس. ترجع كرة وسط الدفاع عن طريق شيبا. شيبا يرجع للحارس البديل، هذا الحارس ماسودا. كرة من ماسودا في وسط ميدان شيبا، حذاري من السرعة طبعا، عامل السرعة ممكن لصالح الفرق الآسيوية. الكرة اليابانية تقدمت كثيرا من 20 سنة، في 88 شاركوا في دورة آسيا هنا في قطر، خسروا 3-0 من قطر في الدوري الأول، وقت الفريق خرج من الدوري الأول في أول مشاركة بأمم آسيا. عملوا هدف أنه في 25 سنة يوصلوا العالمية، وهو اللي يحصل الآن مع كرة الساموراي. نرجع لكرة أرض النيل في وسط الميدان، انطلاقة أهلاوية، كرة باس ممتازة. الأهلي يقدم في أداء جيد جدا. 10 دقائق من نار للفريق القاهري. النادي الأهلي يمتع الأنصار ويقدم عرض كبير. الانطلاقة البدن للشو عن طريق اللعب جديد يمشي بالكرة 1-2، تدخل دفاعي وخطيرة، وجديد يوزع برا. ضربة مرمى للحارس، ضربة مرمى للحارس ماسودا. إذا فرصة كبيرة للنادي الأهلي، مطالب أن يستثمر هذه البداية الصعبة للمنافس. الفريق الياباني لم يدخل في الأجواء، لم يدخل في المباراة. هنا الخبرة، هنا قيمة الفريق الأهلاوي، هنا قيمة الفرديات بتاع النادي الأهلي، أنك في 10 دقائق أنت تكون الأفضل أمام فريق يلعب في ميدانه، يلعب أمام ثلجه، يلعب في ميدانه وملعبه، في مناخه والأجواء المتعود بها. ولكن الأهلي اللي قلت يشترك لرابع مرة في المونديال. هنا خطأ على وليد سليمان، اللاعب القادم من نادي بتروجيت، الورقة الصفراء الأولى في بداية هذا اللقاء على اللاعب وليد سليمان. كرة ستتهيأ للفريق الياباني، حذاري من التسديدات، عنصر قوة لفريق هيروشيما لاحظناه في الماتش الأول على اوكلاند، وأيضا انطلاقات الباك رايت السريع الكرواتي رقم 14 ميكيتش، حذاري من الكرات العرضية. ترجع الكرة من الخبرة الصخرة والجمعة، والجمعة حسام غالي تمشي بالكرة عبد الله السعيد اكس سمسمية الاسماعيلي الدرويش، مدرسة الكرة وصل الكرة، ترجع مرة ثانية وسط الملعب، كرة تقطع للفريق الياباني. انطلاقة الفريق الياباني بخطأ، صافرة الحكم الاكوادوري كارلوس فيلا. النادي الاهلي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم 2005 كمل السادس، 2006 احسن المراتب الثالث، هو 2008 كمل السادس بعد الهزيمه في الدوري الاول ضد باتشوكا المكسيكي في الاكسترا تايم 4-2، والخساره في الترتيب من اديلايد الاسترالي 1-0. كره تمشي طويله، ترجع بالراس التغطيه من احمد فتحي، لابد من استثمار الفرص، مباراه تبقى صعبه. الفريق الياباني البنفسجي قادر على الدخول في معركه العبور للسيمي فاينل لملاقاة بطل الليبرتادوريس السيد للاتينوس فريق كورنثيانز العريق البرازيلي. تبقى الكرة يابانية عن طريق اللاعب ايوياما صاحب هدف التأهل على اوكلاند. ترجع الكرة من الدفاع عن طريق تشيبا، يمشي في وسط الميدان رقم 5 امامكم في الصورة على المشهد. شيبا في انتظار مشاهد التهديف نتمناها اهلاوية. ابرز الانجازات العربية في المونديال المركز الثالث لفريقي الاهلي 2006 هو السد 2011، حذاري من هذا ميكيتش. بينما هناك مركز رابع ايضا ونصف النهائي التاريخي لكل من النجم الذي الساحلي ليتوال وفريق اتحاد جدة. احسن نتائج في المشاركات العربية الكرة المصرية والعالمية، مركز رابع في اولمبياد 64 في طوكيو، مركز ثالث وميدالية برونزية في كأس العالم جونيور الشباب 2001 في الأرجنتين، وأيضا مركز ثالث للأهلي في التاريخ المذكور 2006 لما ريح لك على ريكا واستمتع بتريكا. بينما هنا نستمتع بغالي، غالي يمشي بالكرة جدو على اليمين لفتحي، كرة من أحمد فتحي، يتقدم أحمد فتحي يشق الطريق يعبد طريق تويوتا 1-2 يلعب له، كرة ممتازة جدا خطيرة والعرضية فرصة وكرة الهدف الأول وجول. 1-0 للنادي الأهلي السيد حمدي، 1-0 للأهلي، استمتع هذه المرة بالسيد حمدي، جول الفريق المصري النادي العربي 1-0 عن طريق السيد حمدي. ما فيش كلام، الأهلي أفضل
ما فيش كلام، روح الفريق الأحمر تظهر في أكبر المواعيد. فريق عالمي قلت بالأرقام، ثاني نادي من ناحية التتويجات بعد الجلاسكو رانجرز، وفريق ب20 بطولة خارجية. التاريخ للأهلي، الاسم فتحي، التوزيع كورة بدون رقابة يراقبها وهي في الشباك، تعانق، تلدغ تغازل وتفرح كل العرب والمصريين. 1-0 للنادي الأهلي. خلق الأهلي بالفعل يسعد المصريين، وكما قلت دائما وابدا ليمسح الدموع من عيون المصاروة. 1-0 للنادي الأهلي في ربع ساعة، وقت الفرحة الأولى عن طريق الجوليادور السيد حمدي. 1-0 بذكريات 2006. الأهلي ينطلق، الأهلي يبدأ، وما زال الخير، ما زال الخير، لأنه فما فرق بين الأهلي والفريق الياباني هيروشيما. حسام غالي يرجع بالكرة لوائل جمعة، يمشي بالكرة وائل 36 سنة، صخرة الدفاع، ترجع بالكرة مرة أخرى. البدري يتوفق أخيرا ويبتعد عن العواطف، عواطف إشراك، ممكن بركات، تريكا، العمدة متعب، وهم ليس في وجه الاستعداد. الآن يعطي فرصة الحيوية للشباب من أجل الأهلي تكرم ألف عين، لذلك يختار سليمان وعبد الله السعيد والسيد حمدي، ومعها يتغير الشكل واللون للفريق الأهلاوي. الأهلي عنده الكرة أحمد فتحي، إذا يتقدم الفريق القاهري 1-0 عن طريق السيد حمدي. بطل اليابان لحد الآن خارج نطاق الخدمة، بطل اليابان أرض التكنولوجيا معطلة بسبب فيروس قادم من النيل، إنها حمى النيل أو روعة النيل أو سحر النيل أو قوة النيل. ترجع الكرة في أوفسايد، تسلل يستفيد منه الحارس شريف كرامي. 1-0 كان سيناريو واضح، هذا هو الثلج اللي حكيت عليه، الثلج معاهم، الأرض متاعهم، الجمهور متاعهم، ولكن الأهلي يتقدم 1-0 عن طريق السيد حمدي. السيد حمدي مؤثر جدا في الفترة الأخيرة، اللاعب اللي كان باش يخرج إعارة في ميركاتو الشتاء. حقيقة غريبة هي الدنيا وغريبة هي الكرة والمكتوب والنصيب. هو يذكرني شوية في حكاية فلافيو الأنغولي اللي نسميه أنا فلافيو بوراس، كان من أبرز اللاعبين على المستوى الأفريقي في الكرات الفضائية الراسية. فلافيو بوراس كان في سنة باش يطردوه، من بعد صار في مواسم تالية النجم الأول مع تريكا للهجوم الأهلاوي. السيد حمدي أيضا هناك عدم رضا بوجوده في دكة البدلاء، كان يفكر في مغادرة الفريق. سجل هدف الذهاب اللي في رأيي هو اللي مكن الأهلي بالبطولة، هدف الدقيقة الأخيرة تقريب في الإسكندرية ببرج العرب في فاينل ضد الترجي. في الإياب هو اللي جاب الهدف الأول اللي قلب المعطيات وجعل البالانس تميل الميزان لكافة الأهلي على الترجي التونسي. هو اليوم يصنع الفارق بحسن التمركز. صحيح هو حط الكرة في الشبكة، لكن العمل الكبير اللي قام به فتحي يذكر فيشكر. نرجع المباراة لقاء مازال طويل، لكن الأهلي العريق يتقدم على هيروشيما الياباني 1-0 في ربع ساعة. فوتوغراف الإمضاء سيد حمدي. كرة من حسام غالي، الفريق الياباني قاعد يتفرج في الأداء القوي من النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة أخرى أهلاوية، الأهلي تقريبا نفس سيستم ماتش رادس في رأيي. ضاغط الفريق الياباني ايضا ونضغط عليه عالي القدام الفوق في مناطقه، يلعب بسرعه ويلعب بالكرات القصيره الفريق الاهلاوي. ترجع كره يابانيه، كره لهيروشيما وسال الحارس، كره سال الحارس تعود عن طريق شريف كرامي. كره ستعود للنادي الاهلي عن طريق شريف كرامي. 40% نسبه الرطوبه، 4 درجات، طقس بارد جدا. الاهلي عنده اسبوع طبعا تاقلم بهذه الاجواء. ترجع كرة في وسط الميدان حسام غالي، ترجع كرة حسام غالي يطلع بالكرة في وسط الميدان. عبد الله السعيد، كرة تقطع، حذاري من المرتدات اليابانية. الماتش مازال طويل بطبيعة الحال، كرة تتهيأ الفريق الياباني، حذاري من الصعود ميكيتش، يدخل ميكيتش يحاول يهرب، لكن محمد نجيب بامتياز. محمد نجيب للرائع سليمان، يمشي وليد سليمان السرعة للنادي الأهلي، التوسيعة ولا أروع، الكرة ممتازة جدا والأهلي يخلق فرصة الثاني. سيد حمدي ترجع الكرة ويشد الكرة، عبد الله السعيد يخسرها.
يغسل كرة عبد الله السعيد. ماتش حلو برشا، هو الاهلي مميز في هذه الدقائق. ترجع الكرة من ميكيتش. طبعا فما خبرة في النادي الاهلي بهذه البطولة باعتبار لاعب مثل وائل جمعة او حسام عاشور هي مباراتهم الثامنة في تاريخ الورد كاب، وهما اكثر لاعبين اشتركوا في المونديال، اكثر لاعبين اصحاب الارقام القياسيه 8 ماتشات ومع عاشور اليوم والجمعه. بينما هنا خطيره والتصديد والحارس. برافو شريف كرامي، برافو شريف كرامي. كره خطيره من فريق هيروشيما الياباني. النادي الاهلي يلزم يبقي اقدامه على الارض، ما يتغرش، لانه في نسخه 2008 كان متقدم 2-0 على باتشوكا ثم انهار وخسر 4-2. لذلك يلزم يبقى مركز، يلزم يبقى مركز ولا يستهين بالخصم الياباني. في الاخير هو بطل النيبال. يمشي كرة من صاحب روعة الهدف، بصمة الهدف، لمسة الهدف، همسة الجول. يمشي احمد فتحي، يغسل كرة فتحي. ترجع الكرة مرة ثانية. الفريق الاهلاوي يستفيد لا فريق هيروشيما من هاندبول، لمسة يد على النادي الاهلي. كرة ستعود لفريق هيروشيما، الفريق الياباني، فريق هيروشيما الذي يشترك لأول مرة في المونديال بهوية وبصفة فريق منظم. آخر نسخة في اليابان 2013 ستكون في أرضنا هناك في المغرب الشقيق، في المغرب ممكن بين كازا طنجة أو المراكش، ستكون لسنتين البطولة في المغرب. ترجع الكرة مرة أخرى يابانية، كرة تمشي خطيرة. حذاري يخرج شريف كرامي أوفسايد. تسلل حذاري من دفاع الخط. حذاري الفرق الآسيوية السريعة خاصة اليابانية والكورية. حذاري وانتباه، مازال الماتش طويل. يمشي كرة طويلة مرة أخرى، تحضين على الكرة ممتاز جدا. الكرة المصرية اللي في العشرية الأخيرة تقريبا عملت كل شيء، 3 مرات أفريقيا، 6 ألقاب في الشامبيونز ليج، 5 الأهلي، 1 للزمالك. ممكن ما يتبقى لمصر هو إدراك المونديال، والفريق لحد الآن هو في المركز الأول لمجموعته بعد الانتصار في كوناكري على غينيا 3-2 في ماتش للتاريخ. ترجع الكرة، نقول ماتش للتاريخ مثل انجازات الاهلي باعتبار النشاط الرياضي متوقف في مصر. صعب جدا تجد كرة ناجحة في ظل توقف النشاط الرياضي. ترجع الكرة، لذلك الفيفا على عناوينها وأعمدتها وصفت الانجاز الاهلاوي بالمعجزة. والكرة تمشي عن طريق عبد الله السعيد، يمشي عبد الله السعيد، المراوغة والامكانية عن طريق السيد حمدي، وفي خطأ الحكم يقول العب. كارلوس فيلا الاكوادوري من سيلتقي فريق كورنثيانز في السيمي فاينل الاول، هو في المعطى للمباريات يوم الاربعاء، لانه يوم الخميس تعرفنا على السيمي فاينل الثاني وهو بين البلوز تشيلسي ونادي اف سي مونتري. الكاميرات في كل مكان، الثلج يقوى في استاد التويوتا، والنتيجة في قوة الاهلي 1-0 عن طريق السيد حمدي. كأس العالم الأندية وتاريخ انطلقت في عنصرية ممكن الدول الأقوى والقارتين الأقوى كرويا، أمريكا اللاتينية وأوروبا، من عام 60 لما فاز بها في النسخة الأولى ريال مدريد بقيادة بوشكاش 5-1 على بينارول الأوروغواي. ثم البطولة تواصلت إلى عام 2000 انطلاقة كأس العالم للأندية بمختلف القارات. والكرة خطيرة جدا. حذاري برافو وائل جمعة، هنا قيمة وائل جمعة. ترجع الكرة حذاري حسام غالي، حذاري كرة تبقى يابانية عن طريق اللاعب وسط الميدان يوجيرو يدخل الفريق الياباني في الماتش ويحصل خطأ، يحصل فاول للاعب يوجيرو. حذاري من الدقائق القادمة، هناك فترة استرخاء أو تراجع في أداء الفريق الأهلاوي، بينما الفريق الياباني الآن ما عنده ما يخسر بعد صدمة الهدف، بدأ يتقدم بحثا عن التعادل والتدارك والتعويض. كل التاريخ مونديال الأندية في نسخة جديدة بوجود كل القارات بعد أن فتحت على شعوب الكرة عام 2000 كورنثيانز البرازيلي في نهاية على فاسكو دي جاما، فريق برازيلي آخر. 2005 نادي ساو باولو البرازيل، 2006 انترناسيونال بورتو أليغري برازيل، ثم بدأت السيطرة الأوروبية 2007 الميلان، 2008 مانيو يونايتد، 2009 البارسا، 2010 الانترناسيونالي، هو 2011 حامل لقب البارسا بالأربعة لسانتوس لجماعة ميسي. كرة يحاول يستفيد منها الفريق الياباني، يعني نقطة ضعف كثيرا ما ظهرت في الكرات الثابتة، التسديدات القوية، التسديدة حذاري مش ممكن وممتاز جدا. برافو شريف، روعة شريف كرامي، فسخ هدف التعادل، يفسخ هدف التعادل.
كورة حقيقة كنا نبهنا منها، نعرفوا مشاكل الأهلي في الكرات الثابتة والكرة تمشي لجدو الأهلي يفتقد الآن ذاك الإشعاع الهجومي. حذاري الأهلي يفتقد الآن ذاك الإشكال الهجومي. لتعود الكرة عن طريق وسط ميدان الستة. آيو ياما ترجع الكرة مرة أخرى وسط الملعب عن طريق ريوتا يمشي بالكرة الخمسة وشيبة للستة. آيو ياما في منتصف الميدان. النتيجة هنا 1-0 للأهلي. السيد حمدي والكرة تبقى لفريق هيروشيما الفريق الياباني. بطل اليابان عنده الكرة. ربع ساعة نموذجية مثالية من النادي الأهلي. تراجع شوية الأهلي بعد الهدف. حذاري من خطورة اللاعب ميكيتش من هذا الجانب اليمين، ولو أن نقول الأهلي ليس اوكلاند سيتي. ترجع الكرة مرة أخرى. السيد حمدي يجري له جديد، لا يجري الكرة يحطها أحلى، يحطها أميز. حسام غالي هز الكرة على اليمين، مش معقول. كان ممكن الأهلي يصنع تفوق عددي بقدوم فتحي يا عبد الله يا السعيد. كرة كانت للفريق العربي. حسام البدري ربح الدوري وربح السوبر المحلي على انبي وبطولة افريقيا. اكبر انجازاته ككوتش والعالمية الان هي طموح. لتذكير الملاحظين انه الاهلي كما ديما قلتها مانويل جوزيه مدرب كبير، لكن الاهلي ينجح بجوزيه وغير جوزيه، لانه الجيل هذا جيل ذهبي. يعني ممكن دربهم انا نوصل بيهم ايضا كاس العالم الاهلي. يعني لاعبين بهذا الحجم، يعني في دكة البدلاء في البنش عندهم بركات وتريكا الاسطوري، وعندهم الثالث عماد متعب. تفهم كل شيء، تفهم انه الفريق قوي وقوي جدا، وبالتالي الاهلي له من كثيرا ممكن بالمدرب اضافته. طبعا ما كانش المدربين لا مشيش تموني، المدرب اساس الفريق في الاسبوع وفي التحضير، لكن اللاعبين تفرق. وهنا انت مورينو او جوارديولا شيلهم الريال والبارسا والفرق القمه واعطيهم فريق في وسط ترتيب غرناطه وقرطبه. تتصوروا هزوا الليغا؟ ماهيش الليغا. اذا اللاعبين مساهمين، باش ما نقولش ديما اللي يوجع برشا المدربين اللي نقول اللاعبين يصنعوا مدربين. مارادونا جاب كاس العالم 86 ما جابهاش كارلوس بيلاردو. نرجع المباراة، نرجع اللقاء، يرجع مرة ثانية حسام غالي يمشي. عندك فتحي، كي عندك قماش باهي تعمل زي ممتاز، تعمل كسوة جميلة، تعمل يعني اللي تحب في القماش المنتينة خاصة الحرير الصيني. بينما نرجع للجار اليابان والصين وعدوات السنين، بينما اليابان ومصر وقسوات الايام الماضيه. اليابان ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان. حسام عاشور لغالي في وسط الملعب. تتهيأ الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي وسط الميدان، يسيطر بهذا التفوق العددي. خيارات ممتازة من البدري، اوفسايد لا، ينطلق الهجوم، ممكن فرصة لا، مقطوعة. وصل الكرة ترجع مرة ثانية عن طريق آيو ياما يعني ممكن كترجمة اللهجة المصرية ياما. ترجع الكرة مرة أخرى. آيو ياما في وسط الميدان. 1-2، مباراة مفتوحة. الأهلي قادر على الثاني، لكن الفريق الياباني أيضا حذاري قادر على التعديل. الكرة تمشي النادي الأهلي من أجل صيد ثمين، والحكم كاروس فيلا يقول هناك توقف اللعب في إصابة حسام غالي. هذه هي في بعض الأوقات الظروف اللي تحكم في الماتشات. كان سيء الحظ الفريق الياباني في إصابة حارس وتقريبا بعد 3-4 دقائق لعب. الآن أيضا حسام غالي إشارته ممكن للإطار الفني أنه يطلب تغيير. إن شاء الله لاباس، إن شاء الله يكمل، لكن المهم في كل الأحوال هي صحة اللاعب. مباراة جميلة جدا سريعة ومفتوحة. هذه الإصابة لحسام غالي، هنا الإصابة لحسام غالي، إن شاء الله يقدر يكمل. هنا اللقطة واضحة جدا من حسام غالي يطلب التغيير. جماهير النادي الأهلي تتغنى بأغاني من مدرجات الدرجة الثالثة، مدرجات الألتراس الأهلوية. كما يقول هما، قول الحق خليك جريء. النادي الأهلي أحسن فريق حاليا هو في العالمية، يريد أن يثبت هذه الكلمات للأغنية من مدرجات الدرجة الثالثة الألتراس
التغيير اضطراري سيغادر ويدخل بوتريكا. سيدخل بوتريكا. ماش واحد يحب قدي بوتريكا. بوتريكا الان في الظروف هذه دخوله مع الدور اللي يعمل حسام غالي، الجاهزيه البدنيه نتاع حسام غالي. نسال كابتن في الاستوديو عماره شتالي طاهر ابو زيد، هل كان معناها خيار تريكا لو يدخل هو التغيير الامثل، اما انه الاهلي كان يحتاج ممكن شهاب الدين احمد مثلا، ممكن على النادي الاهلي الان تغيير اضطراري يخرج حسام غالي، ونعرفوا قيمه حسام غالي. شفتوا الكرات الكل تقريبا تخرج من حسام، ان شاء الله تريكا يكون مركز، خاصه عنده هدف في هذه المشاركه. بوتريكا لو يسجل هدف اليوم سيلتحق بالليو ميسي، وسيلتحق ايضا باللاعب البرازيلي، اللاعب البرازيلي بوهانج ستيلرز. الاثنين سجلوا 4 أهداف. نسيتوا اللاعب البرازيلي سبحان الذي لا يسهو. 4 أهداف هم هدافي المونديال، منهم ليو ميسي اللي هم، والثاني دينيلسون لاعب بوهانج ستيلرز، لاعب برازيلي في بوهانج الكوري. وتريكا عنده 3. اذا بوتريكا لو يسجل يصبح هداف المونديال في تاريخ البطوله. ترجع الكره بالراسيه، حذاري الدفاع، كرات الثابته مره اخرى، الصعوبه فماش اوفسايد، والتسديده والتعادل. كما نبهنا على الكرات الثابته، مليون تريليون زليون بليون فليون مره مش معقول وهدف التعادل. الفريق الياباني يستثمر كرة ثابتة، مشكل حقيقة أزلي، مشكل أبدي. ما نفهمش أنا بصراحة أنه فريق بحجم الأهلي مثل ما نعدد إنجازاته أيضا نحكي على السلبيات، وهذه الكرات الثابتة مش معقول. مرة 2 3 4 كثير يا أخي. هدف التعادل على كل حال، فسخ وعود من جديد. اللاعب إيزاتو اللي سجل 22 هدف في الدوري يتعادل للفريق الياباني. شوف الكرة، شوف التمركز غالط، شوف الكرة ما خرجتش مليح، الكرة كما تحبش من عاشور أظن، والتسديدة والتعادل الياباني. التعادل الياباني في 32 دقيقة لعب في الشوط الأول. الأهلي عن طريق السيد حمدي 15 ساتو في دقيقة 32. إن شاء الله الأهلي ما يتأثرش معنويا بهذا التعادل الياباني اللي جاء في وقته. بالنسبة لهيروشيما يطلع يبريسي فوق الفريق الياباني، يعمل الضغط العالي. الآن أيضا الأهلي عنده مشكلة حسام غالي، يعني نقبل التعادل ويبقى حسام ما فيش مشكل، لأنه الأهلي قادر على أهداف أخرى. ولكن الآن هذا التغيير الاضطراري ممكن بخروج حسام باش ياثر برشا. ترجع الكرة للفريق الياباني اللي بدا يضغط، اللي بدا يتفوق، اللي بدا يسيطر، اللي بدا يتسلطن هنا في استاد تويوتا امام انصارو. ترجع الكرة على الخط للنادي الأهلي، كارلوس فيلا الحكم الإكوادوري. التغيير الأول الاضطراري، خلاص بوتريكا 8 مبارياته في المونديال، سحب 3 أهداف، سجل هدف في اوكلاند سيتي، وسجل ثنائيه في فريق كلوب امريكا المكسيكي يوم البرونز العالمي. مباراة متعادلة الآن، الأهلي كانت الأفضلية ربع ساعة وجاب هدف، ثم بعد دقيقة 20 بعد ما عدى الصدمة وهضم الهدف الأهلاوي، الفريق الياباني بدأ يخلق فرص، ضيع كورتين تقريب والركنية جابت له التعادل عن طريق ساتو هيزاتو. ترجع الكرة تمشي طويلة، شانس إمكانية لكن الدفاع يتصدى، تبقى الكرة عن طريق الحارس ماسودا في وسط الميدان. تبقى الفريق الياباني حذاري بدنيا، الفريق الياباني ممكن يطلع من بويسونس، يطلع بالقوة، والكرة تمشي سريعا جدا، والثلج يقلق برشا، تقص برشا، والتسديد والحارس رائع جدا شريف، رائع جدا شريف كرامي، روعة شريف كرامي بذكريات الوالد الوحش كرامي، وبذكريات ايضا عمه، هو يقولوا عمه ثابت البطل. نقطة تحول في المباراة، ان شاء الله ما تأثرش، يخرج حسام غالي، ان شاء الله تريكا يكون مجهز ويكون خاصة بدنيا في يومه، لأنه بوتريكا يبقى بوتريكا. ترجع الكرة مرة أخرى الفريق الياباني، الأهلي يلزم يصمد فيما تبقى من ردات الشوط الأول. الشوط الأول على الأقل يلزم الحفاظ على النتيجة، حذاري من كرة ثابتة أخرى، ولكن هذه المرة مسبوقة بخطأ للدفاع الأهلاوي. الشوط الأول ممتاز، ممكن شفته من أحسن الأشواط في هذه الدورة. يدخل بوتريكا، طبعا الشارة السوداء لشهداء بورسعيد هو النادي الأهلي، سمح له الاتحاد الدولي الفيفا
باستعمال الشارات السوداء بعد اذن من رئاسه الفيفا. كرة ترجع على خطة، تدخلات قويه وشويه انذارات شويه انذارات. نعرفوا الحسابات الماركتينج والفلوس والبزنس والحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني. فريق من اسيا واليابان لازم يكون في السيمي فاينل، لكن اعطي الحق كل واحد يا كارلوس بيلا. هذه ورقه صفراء يعطيها الحكم كارلوس بيلا، اذا لا ملام عليه. الكرة ترجع النادي الاهلي، تدخلات قويه من الفريق الياباني. اللاعب موريساكي كازايوكي ترجع الكرة للنادي الاهلي. الثلج يقلق برشا. دورة العام الماضي كانت من غير ثلوج، هذا العام طقس بارد جدا في اليابان، والثلج يحضر في مباراة الاهلي هو نادي هيروشيما. كرة ترجع للنادي الاهلي، التوزيعة الراسية، الكرة الثانية ياخذها الفريق الياباني. الان الكرة الثانية دوزيام بال كانت تحت معايا، ياخذ فيها السكند بول، ياخذ فيها الفريق الياباني هيروشيما. ترجع الكرة مرة أخرى يابانية. كرة ترجع مرة أخرى، ممتازة جدا، ممتاز نقل الكرة. وينك يا فتحي؟ الكرة للفريق الياباني، التغطية ممتازة. محمد نجيب شوية ثبات في وسط الميدان. ترجع الكرة الأهلي إن شاء الله ما يتأثرش بخروج غالي على مستوى صناعة اللعب. لاعب صنع العاب، كل كرات تخرج منه. حسام غالي لاعب بتجارب كبيرة، لعب في الخليج في نادي النصر، لكن الأهم من هذا لعب في هولندا كمحترف في نادي فاينورد روتردام. هو لولا الكاركتير بتاعه الصعب، الكاركتر تبعه شخصيته صعيبة شوية. اللاعب حسام غالي بمعرفتي ليه كان ممكن يمشي أكثر في عالم الاحتراف الأوروبي، لكن كاركتيره صعيب شوية حسام غالي. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة الفريق الياباني عن طريق شيبا للاعب ايوياما يهدي اللاعب الفريق الياباني. وصلنا دقيقة 37 دقيقة لعب، وكرة خطيرة برشا صعبة جدا. فرصة كبيرة وفرصة، والحارس شريف كرامي مش ممكن على هذه الفرصة، مش ممكن على هذه الكرة، لأنه اللاعب الكرواتي ميكيتش كان عنده فكرتين، انه يحطها في الجول لما شاف فتح له الزاويه كرامي، ومن بعد فكر في صاحبه فضاع وضيع صاحبه. ترجع الكره للنادي الاهلي، تمشي الكره مره اخرى خطيره، والثاني سيئه جدا الكره الاخيره. مباراه حلوه برشا الامانه، مباراه حلوه برشا. دائما مباريات للتاريخ يكون فيها طرف النادي الاهلي. شوف الكره ميكيتش فيق شويه يا جديد، والكره تمشي ميكيتش انا يفتح له الزاويه، حاول ومن بعد عطى الباس. وائل جمعه يغطي مليح، يمنع المدافع من فرصه، وكره كبيره جدا تضيع لهيروشيما لياخذ الاسبقيه. شوف الثلج، ثلوج عاصفه في استاد التويوتا في استاد طوكيو. تمشي كره مره اخرى في وسط الميدان، خطأ بصافرة كارلوس بيلا. تمشي كرة مرة أخرى لفريق هيروشيما عن طريق رقم 24 اللاعب ريوتا في وسط الملعب. ترجع الكرة إن شاء الله الشوط الأول ينتهي بهذه النتيجة، لأن الفريق الياباني الآن كما قلت طالع في نسق تصاعدي. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الياباني. شوف 1-2، وائل غطي، وائل يمشي غطي، ناقصة يا جمعة، والكرة يخرج بها الحارس شريف كرامي. ترجع الكرة مرة أخرى على الأهلي أن يتذكر المباريات التاريخية. أيضا الكرة المصرية يوم تاريخي، فوز بهدف محمد حمص على الفريق الإيطالي. كانت أول مرة إيطاليا تخسر من فريق إفريقي أو عربي. نتمنى اليوم أنه هذا النحس الآسيوي اللي لازمنا الحقيقة كأفارقة، ولو أنه اللي فازوا هما من عرب آسيا أيضا النصر أو الاتحاد أو السد العام الماضي، ولكن كأفريقي اليوم أتكلم وممثل افريقيا والعرب النادي الاهلي، يتكلم ايضا بهذه العقده الاسيويه. النجم الرياضي الساحلي الوحيد اللي ما خسرش من نادي اسيوي. مباراه انتهت 2-2 في ركلات ترجيح، حكايه اخرى، لانه هنا فرصه باش نبين القانون، لانه الاحصائيات والاتحادات الدوليه والقاريه، لانه بعض الزملاء او بعض المشاهدين والجماهير يقول لك مثلا مباراة نهائي الشامبيونز ليج بين تشيلسي وبايرن، البطل تشيلسي اوكي بركلات ترجيح، لكن في حسابات الفريقين في دوري الابطال الويفا يحسب نتيجة تعادل، يعني يعطي نقطة لتشيلسي ونقطة لبايرن، وطبيعي انه تشيلسي يربح بالركلات.
فبالتالي لما تنتهي المباراة تعادلية ونمشي لركلات ترجيح في عرف الفيفا وفي حسابات النقاط تحسب تعادل في التاريخ في هذا المنطقة. وكفسرت لماذا قلت أنه النجم الساحلي الوحيد اللي ما خسرش في 90 دقيقة بلغة أخرى مع فريق آسيوي. لكن في الأخير ولا مرة فرحنا أمام أشقائنا العرب الآسيويين. النصر ربح الرجاء، السد ربح الترجي، الاتحاد ربح الأهلي، هدف محمد نور في ماتش 2005. لكل حكاية بداية ونهاية، وإن شاء الله اليوم الأهلي ينهي هذه الحكاية من التفوق الآسيوي الواضح أمانة في الصراخين في العشرية الأخيرة حتى على مستوى الإنجازات الأولمبية والمونديالية. سيد حمدي في دقيقة 15 دقيقة 32 ساتو هيزاتو قائد الفريق اللي سجل هدف رقم 205 في تاريخ البطولة، وهذا على فكرة الماتش رقم 70 في تاريخ الوورد كاب للأندية منذ سنة 2000 في البرازيل، وقت شارك الريال، مانشستر، فاسكو دي جاما، الرجاء والنصر، فريق نيكساكا المكسيكي وفريق الكورينثيانز اللي كان البطل. فاسكو وقتها كان معهم روماريو القصير المكير. نرجع المباراة تستعجل التوقيت، 5 دقائق مازال برشا وقت وممكن يزيد 3 دقائق الحكم. يلزم الاهلي يركز، مهم جدا ننهي الشوط الاول 1-1، مهم جدا ينتهي الشوط 1-1. برشا اخطاء الاهلي ما عادش نعرفوه الان في هذا التوقيت، خطيره جدا يخرج راس خطيره واخرج ولحقها وبرافو الدفاع. هيروشيما يضغط، هيروشيما يكشر على نياب ويقول لي راني الياباني، راني الياباني، واليابان محركات والتكنولوجيا، راني آلة وماكينات. نسخن بعد وقت، نعم يسخنوا بعد وقت، يسخنوا بعد وقت اليابانيين والآن يهيجوا، والآن يهيجوا. الكرة اليابانية ممثلة في هيروشيما، فرصة الهدف الثاني تدور في مناطق الأهلي. الأهلي منعرج المباراة ليس التعادل في رأيي، منعرج اللقاء هو خروج حسام غالي. الاهلي عمل ربع ساعة رائعة جدا عالمية، ثم الفريق تراجع حذاري من الكرات الثابتة، لا يلدغ من الجحر او من الحجر مرتين المؤمن يا اخي. ترجع الكرة مرة اخرى، وليد سليمان وينك؟ الاهلي يدافع الان 10 للخلف تقريبا. ان شاء الله قلت الشوط الاول هذا ينتهي تعادل هدف لهدف، لما يسمح للمدرب حسام البدري باصلاح بعض الاخطاء، بدماء جديدة للفريق خاصة بروح معنوية. بس أنا ما شفناش تريكة، قلت أنه حسام غالي إن شاء الله ما يأثرش على مستوى النتيجة وخلاص، لكن على مستوى الكرة باش يأثر. ترجع الكرة محمد نجيب، محمد نجيب وروح الإصرار، يرجع يلعب رغم الإصابة والكرة تمشي الأهلي كونتر اتاك مرتدة، تريكة يخرج كرة لكن بعيدة على السيد حمدي، يجري السيد حمدي الفريق الياباني وخطأ وفاول حذاري من الكروت ومن الانذارات. كارلوس بيلا ما يعديش شيء، مخالفة صحيحة، روح رياضية كبيرة، مونديال أندية من على تيراز، والكرة تتهيأ مرة أخرى. أنا سمعت كابتن طاهر أبو زيد قال يعني مونديال هو التشريفي، لا نعتبره مونديال رسمي يا أخي، ولا علاش قاتلين أنفسنا ونصرفوا في فلوس باش نوصلوا للكأس العالم؟ ثم أنك تلعب 3 مباريات، مثلا فريق هيروشيما باش يوصل للفاينل أو الأهلي، وفريق تشيلسي يلعب ماتش واحد حقه يا اخي، تشيلسي بطل شامبيونز ليج اوروبا، فما فوارق مستويات، فوارق بامكانيات كابتن. من سنه 2000 النهائي دائما بين اوروبا وامريكا اللاتينيه مثل كاس العالم للمنتخبات، الا عام مازيمبي كسر هذه العقده وكسر هذه الحلقه الضيقه بين الاوروبيين والامريكيين اللاتينيين. كوره ملي كبرنا استثنينا الاولمبيك جيمز او الصغار الشبان، الكبار المنتخب الاول والانديه دائما امريكا اللاتينيه ضد اوروبا، ومقدر فينا واحترام لنا يعني، وباش ما نتهمهمش بالعنصريه قال لك يلا كاس عالم خلي يلعبوا الافارقه والاسيويين والكونكاكاف، لكن في الاخير هاو النهائي دائما وابدا، دائما وابدا متعوده دائما. ترجع الكره كورينثيانز تشيلسي، هكذا يقولون أن النهائي بدون مفاجآت سيكون هذا الفاينل، لكن لننتظر في اليابان ماذا سيحدث. فريق مونتيري ضد البلوز، هو كورينثيانز ينتظر عريس السيمي فاينل الحالي، نتمناه النادي الأهلي العربي. والكرة ترجع مرة أخرى في منتصف الملعب، الكرة تخرج عن طريق فتحي، هدي الآن الأهلي لازم يخرج سلامات، 45 دقيقة ولا باسات غلطة، برشا ميسباس وكرات غلطة في التمرير،
حذاري دائما يركز الدخول من العمق. الأهلي يلزم يتفطن والبدري يلزم ينبه كل من نجيب جمعة، ولكن قلنا 1-1 ممكن 2-1 لينا. يتقدم الهجوم وفيه خطأ يا حكم، في فاول يا حكم، في فاول يا حكم من هذا المكان ضد كلوب أمريكا المكسيكي اللي كان في الزاوية هذه. تريكا حتى في فريق كلوب أمريكا الميثيكو. نرجع المباراة، نرجع مع الساموراي في 1-1 كرة على أطراف. مرة أخرى توقعنا الحقيقة الطرف الأيمن اليوم الاختار من اليسار. 5 دقائق زادهم الحكم، توقعت قلت 3-4 دقائق، هي 5 دقائق أخرى. يلزم تركيز، ما زالت المباراة صعبة هنا في استاد تويوتا. تزيدها طبعا قساوة المناخ، صعوبة وتعقيد. النتيجة هدف لهدف. تقدم الأهلي في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه السيد حمدي، وتعادل الكابتن هيزوتو ساتو لفريق هيروشيما. كرة تبقى للفريق الياباني. هنا خطأ، فاول بتنبيه من كارلوس فيلا. ترجع الكرة على خطأ، ورقة صفراء، ورقة صفراء ضد حسام عاشور. حذاري النادي الاهلي باش يلعب الشوط الثاني تحت ضغط الكروت والخوف من البطاقة الحمراء، البطاقة الثانية، لأنه 3-4 لاعبين في الاهلي عندهم كرت أصفر. كرة ستعود للفريق الياباني، الفريق الياباني. الكرة الصناعية أو الكرة الطبيعية، من سيفوز في معركة الكوارتر فاينل؟ ترجع الكرة واللاعب الكرواتي خطيرة، ومرة أخرى هذه الكرات العرضية، هذه الكرات العرضية زي ما قال الحل الأهلي ولا باش يضيع أمانة وصراحة. يعني ما غير لغة دبلوماسية خشبية، لغة الكرة واضحة. تنبه وانت عامل تعادل أحسن من اللي بعد الهدف لا قدر الله، لأنه بهذه الطريقة بهذا الستايل الأهلي باش يقبل الهدف. ما فيش كلام، هذه الكرات العرضية كرة في ظهر المدافع سواء فتحي أو جديد. لابد هناك تغطية من الدفاع وخاصة وائل جمعة تيح شوية على جهة فتحي، وأيضا نجيب يميل جهة جديد. عبد الله السعيد وليد سليمان ممكن في الحالة الدفاعية مش مساندين الباكات الأطراف في راي. ترجع الكرة وليد سليمان في خطأ، فاول النادي الأهلي، فاول النادي الأهلي. الكرة العرضية الأخيرة من اللاعب الكرواتي ميكيتش تقريبا تكررت باليمين واليسار 4-5 مرات، هذا هو الخطير ميكيتش. ترجع الكرة النادي الأهلي، شد كرة حسام عاشور، حسام عاشور يمشي الكرة في وسط الميدان. عبد الله السعيد خطيرة والكنترول، وكرة قوية، كرة قوية ترجع للحارس. تكنولوجية عين الصقر وهي تكنولوجية المرمى، ما فما حتى هدف ليتيج، فما حتى هدف اثار مشكل. كرة دخلت ما دخلتش، من سوء حظ الفيفا حابة تجرب هذه الخطة عين الصقر، وفما اختلاف بين بلاتر وبلاتيني. بلاتيني قال لن نطبق لعين الصقر ولا عين البومة، قال لك الكرة خليها طبيعية. وميكيتش مرة أخرى يهرب، مرة أخرى ميكيتش يهرب، يتعدى وليد سليمان مع جديد، مش لاقيين أنفسهم في الجانب الدفاعي في اليسار. فتحي أيضا مع عبد الله السعيد تقريبا يعانيوا في اليمين. فما إشكالية على مستوى الأطراف. ونعرفوا أنه في الماتش الأول ضد أوكلاند الفريق الياباني عمل 40 توزيع عرضية، 40 كرة عرضية. الشوط الأول 1-1، الشوط الأول 1-1. تقدمت كتيبة البدري عن طريق هدف بدري من سيد حمدي، وتعادل لهيروشيما اللاعب ساتو. كرة طويلة النادي الأهلي، ترجع كرة بالراس عن طريق اللاعب ميكيتش، ميكيتش في وسط الميدان. ترجع الكرة للفريق الياباني. ممكن الشوط والمباراة في الشطر الأول وجهين، 20 دقيقة رائعة جدا من الأهلي، وال25 دقيقة الثانية كانت الكتيبة اليابانية. ترجع الكرة خطيرة مرة أخرى، بالك وين فماش اوفسايد، لا تسلل على الهجوم الياباني، تسلل واوفسايد على المهاجم الياباني. كرة ستعود من النادي الأهلي. إذا الشوط سينتهي هدف لهدف. نلعب في الدقيقة الرابعة من الزمن الوقت البديل. 4 تسللات اوفسايد على الفريق الياباني نادي هيروشيما. كرة ترجع عن طريق محمد نجيب، محمد نجيب في وسط الميدان. عبد الله السعيد يجري الكرة لأحمد شديد، أحمد شديد يرجع لعبد الله، كرة للسعيد يتكفل الآن بصناعة اللعب عبد الله السعيد بعد خروج غالي، ولكن الكرة مقطوعة. ترجع مرة أخرى يابانية، حذاري من آخر كرة للفريق الياباني. ترجع مرة أخرى لفريق النيبون، الساموراي في الهجوم، أولاد النيل للدفاع.
كرة تنتهي عن طريق 24. ريوتا يحط الكرة لشيبا. شيبا مرة أخرى كازو وخلاص في ذات اللحظة ينتهي الشوط الأول. شوط بوجهين من النادي الأهلي، شوط الروعة وهدف سيد حمدي المميز بعد امتياز لانطلاقة اللاعب فتحي، ثم قبول اللعب، ثم التعادل الياباني، ثم التغيير الاضطراري. كل هذا سنتحدث أو يتحدث عنه في الاستوديو التحليلي مع الزميل هشام الخلسي. إذا